نادي الزمالك وصاحب الصفقات، اعتقد اللي كانت سبب من اسباب الاداء العالي للزمالك في هذا الموسم وتصدره للبطوله وتحليقه منفردا على قمه الدوري منذ البدايه. ست مستشار بهني حضرتك النهارده بالفوز، الاقتراب من التتويج بلقب جماهير الزمالك تنتظره النهارده، ورموز نادي الزمالك اللي جايه بتساند حضرتك وبتساند النادي النهارده. اولا انا بحيي كل اللي في الاستوديو، طبعا انا مش شايفهم بس مش عايز اقول اسمائهم عشان ما ناخدش وقت، عشان اولا الصفقات دي مجلس الاداره بالكامل شغال مع بعضه، في لعيبه رجاله. عايز اقول لشوبير وخالد بيبو انتوا خدتوا درس النهارده، بوجه لكم خدتوا درس. ده نادي الزمالك الرجاله النهارده فرق 9 بونت بيننا وبين الاهلي اللي انتوا كنتوا فرحانين قوي. وبقى يعني تقولوا بقى جمهور مش عارف، كان في الماتش فيه جمهور ومش عارف ايه، وطارق يحيى هيبيع الماتش، ومختار اخبار مختار معاكم ايه؟ مختار اول ربع ساعه جونين، اخباره ايه؟ عيب. الاهلي بيلعب بشرف، الزمالك بيلعب بشرف، المصري بيلعب بشرف، الاسماعيلي بيلعب بشرف. لازم تتعلموا ان ده مش اعلام. واقول لمحمد ابو العينين من فضلك ما ينفعش يا محمد يا ابو العينين اللي بيحصل في قناتك، عشان التصريحات كانت بعد مباراه المقص بالظبط كده وخلاص. والدوري ضاع من والدوري ضاع من الزمالك، ومبروك للنادي الاهلي. لا، مبروك للفريق اللي هو تعب السنه دي في الصفقات. وبقول لك تاني يا شوبير، انت وخالد بيبو والست شاديه اللي قرفانه بشفتيرها دي، عايز اقول لكم حاجه بس صغيره. مين يا فندم ست شاديه؟ هم عارفين شاديه البت الرقاصه والطبال بتاعتها دي، عايز اقول لهم حاجه بس صغيره.